السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن حاجات مذهلة الذكاء الاصطناعي بيعملها غير الكتابة والتصميم اللي كلنا عارفينهم. تخيلوا معايا دلوقتي ممكن تحكي حلمك للذكاء الاصطناعي وهو يحوله لرسمة فنية حقيقية. برامج زي ميد جورني ودال اي بتخلي الخيال حقيقة قدام عينك. والأغرب من كده في تقنية جديدة اسمها 11 لابز بتخلي صوتك يقول أي كلام انت عايزه بأي لهجة كمان. يعني ممكن تكتب نص وتخليه يتقال بصوتك. بس اللي لفت نظري أكتر إن العلماء دلوقتي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي عشان يكتشفوا الأمراض من صوت الإنسان. يعني ممكن يعرفوا لو في اكتئاب أو مشاكل في القلب من طريقة الكلام. الموضوع مثير للتفكير. هل بعد كام سنة هنلاقي نفسنا بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي أكتر من البشر؟ لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وشاركلنا رأيك في الكومنتات. شكرا ليكم وأراكم في الفيديو القادم.